عاجل وبالفيديو. لحظة وصول المدرب الجديد للمنتخب الجزائري إلى الجزائر لتوقيع عقده مع اتحاد الجزائر لكرة القدم، وشاهد لحظة وصوله تفرح كل الجزائريين. تفاجأت وحزنت كل الجماهير الجزائرية قبل أيام لحظة إعلان الاتحاد الجزائري لكرة القدم بشكل رسمي إلغاء التعاقد مع المدرب جمال بلماضي الذي أصبح أداؤه مع المنتخب الجزائري من سيء إلى أسوأ خلال ال3 سنوات الأخيرة، حيث خرج من الدور الأول في كأس إفريقيا عام 2021 وفشل في التأهل إلى مونديال قطر عام 2022، وخرج أيضا من الدور الأول خلال كأس الإفريقية عام 2024. هذا ما أثار غضب كل الجماهير الجزائرية وجعلهم يطالبون بإقالة بلماضي وتعيين مدرب جديد قادر على مهمة قيادة منتخب كبير كالمنتخب الجزائري. وتفاجأت وفرحت كل الجماهير الجزائرية قبل قليل لحظة وصول المدرب الجديد الذي سيخلف جمال بلماضي في تدريب المنتخب الجزائري، حيث وصل عشية اليوم إلى مطار الجزائر العاصمة الدولي المدرب الفرنسي هيرفي رونار، وتم استقباله من طرف رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم السيد وليد صادي. وقالت بعض المصادر الإعلامية إن المدرب الفرنسي هيرفي رونار وصل عشية اليوم إلى الجزائر لتوقيع عقده مع الاتحاد الجزائري لكرة القدم لتدريب المنتخب الجزائري لمدة 4 سنوات. وقالت نفس المصادر إن المدرب الفرنسي سيكون قادرا مع المنتخب الجزائري بعد أسابيع قليلة، حيث سينتهي عقده مع المنتخب النسوي الفرنسي خلال الأسابيع المقبلة، وهذا ما أفرح كل الجماهير الجزائرية.